يا مساء الفل، تعالوا نحضر مع بعض النهارده كوردن بلو على اصوله، وهعرفك على تريكات واسرار اول مره تحفة تعرفيها. تحفة. جربي تريكاتي واسراري هتعرفي الطريقه مظبوطه وهيطلع معاكي ناجح ومستوي من جوه وحلو جدا. الكوردن بلو من الاكلات السهله واللذيذه والحلوه جدا واللي بيحبها كل الناس، بس ليه تريكات معينه كده في اللفه بتاعته وفي الحشو وفي التسويه. كل الكلام ده هنقوله في الفيديو بتاع النهارده. لو التزمتي بيه هتطلعي الكوردن بلو احلى من المطاعم. ما تنسوش قبل ما ابدا اللايك الشير الكومنت علشان اعرف رايك، واللي ما يعرفنيش انا ريهام صبحي، ويلا بينا نبدا. اول حاجه محتاجينها اكيد شرايح فيليه دجاج اللي هو البانيه. واهم حاجه لازم الشرايح دي تكون رقيقه. يا اما بتخلي الراجل بتاع الفراخ هو يقسم لك البانيه يفتحهولك زي الكوردون بلو، او ان انت في البيت لو عندك قطع بانيه تخينه شويه او سميكه شويه هقولك ازاي تعمليها. لا، تجيبي السكينه وعلى الاطراف كده تعملي فتحه من كل طرف، والفتحتين دول مهمين جدا، هعرفكم ليه واحنا بنلف الكوردون بلو. المهم هنخلص كل قطع البانيه بتاعتنا، وبعد كده هنحطها في التتبيله دي كاتبه لكم مكوناتها قدامكم على الشاشه. التتبيله دي تتبيله البانيه العاديه اللي انا بعتمدها وبحبها جدا. خلاص، بس انا مش هخليه في التتبيله دي كتير، هو بالظبط نص ساعه وهنطلعه على طول، وتعالوا اقول لكم نعمل فيه ايه. بعد ما عدت نص ساعة هجيب كده شرايح الفيليه اللي عندي ونبدأ نحشيها او نلفها ازاي. هجيب اي حاجة عايزة احطها، ممكن جبنة شيدر، ممكن سلامي، ممكن روز بيف وتركي مدخن، اي حاجة. لازم الفهم الاول بره على ايديا رول، وبعد كده احطهم والف قطعة البانيه بتاعتي رول. هعملها لكم تاني. ادي كده قطعة بانيه عادية، ودي لعلمكم القطعه دي انا مش عامله لها كمان جوانب ولا اي حاجه عشان هي قطعه صغيره. لفيت الحشو الاول وبعد كده حطيته ولفيت قطعه البانيه. تعالوا هوريها لكم تالت اهي. ضروري الحشو يتلف الاول، علشان لو ما لفيناهوش الاول وبعد كده او فردناه ولفينا بيه مع الدجاج، عايزه اقول لكم هيطلع من قطعه البانيه ومش هتتلف معاكم رول. فدي من اسراره. تمام كده، لفينا كل الكميه. على طول هنغطيها وهندخلها على الفريزر من ساعة لساعتين. اهم حاجة تتماسك في الفريزر على نفس اللفة دي، مش لازم تتجمد، مهم تتماسك. يعني بص انا مطلعاه مش متجمد ولا حاجة، بس خلاص اللفة دي تماسكت ومش محتاجين خالص ان احنا نثبتها باعواد خشب او بخيط او اي حاجة. هو مجرد ما يتماسك في الفريزر هنطلعه هننزله في الدقيق، وده الدقيق سادة ما فيهوش اي حاجة ولا حتى ملح ولا اي حاجة. وبعد كده هنطلع من الدقيق على طبق غويط فيه بيض ولبن بملح وفلفل. تمام. بعد ما ننزله في الحليب بالبيض كويس قوي، بعد كده بنزله في بولة غويطة فيها بقسماط. اهم حاجة بقفل في كل مرحلة كويس قوي، بضغط عليه كويس قوي. بعد كده بعمل ايه؟ ما بديهاش كفر واحد، بديها كفرين. يعني بطلعها من البقسماط اخر حاجة، اروح منزلاها تاني في الحليب ببيض وارجع اطلعها على البقسماط. خلاص، لكن خطوة الدقيق دي بتبقى خطوة مرة واحدة بس. تمام. بعد ما خلصناهم هنروح مدخلينهم الفريزر تاني من ساعة لساعتين تاني. بصوا هنا انا سبتها في الفريزر ساعتين تاني، فعايزه اقول لكم طالع متماسك الكفر بس مش متجمده. تمام. ولو عايزين تقعدوها لتاني يوم في الفريزر عادي قعديها تاني يوم، بس هتطلعيها على القلي برضو على طول. طب القلي ازاي؟ هنحط زيت غزير شويه بس على اصغر عين عندك، وهتسيبيه يسخن كويس قوي على اصغر عين. يعني مش هنحطه على عين عاليه، هتسخنيه كويس قوي. والنقطه دي مهمه جدا، على اصغر عين عندك اهي، اصغر عين في البوتاجاز عندي. والزيت لما سخن جدا نزلت بيه بقطع الكوردون بلو. طبعا ما بملاش الطاسه بتاعتي قوي. لازم اسيب مساحه عشان اعرف اقلبه فيها. تمام. ما تقلبهوش غير لما ياخد لون تحمير من تحت، يعني خد لون ذهبي من تحت بقلبه على الناحيه التانية. تمام. وطالما خد لون ذهبي من كل الجوانب بقلبه براحتي بقى عشان يستوي كويس. تمام. واول ما بتلاقوا كده ان في مثلا جبنه كده هتبدا تخرج منه، يبقى هو كده الكوردون بلو استوى، لان شرايح البانيه بتاعتها متبله كويس فمش هتاخد وقت على النار. تمام. فالكوردون بلو ليه تريكات كده صغيره تخلي بالك منها وانت بتعمليه عشان يطلع معاكي ناجح قوي. وطبعا برفعه من الزيت وهو لونه ذهبي علشان يكون لونه جميل وكريسبي. وكده نكون عملنا كوردون بلو خطير خطير.
ما ينفعش اقطعه وهو لسه طالع من الزيت، لازم اسيبه يرتاح شويه. كوردون بلو لما يطلع من الزيت بيبقى القشره بتاعته، لو انا قطعته دلوقتي القشره هتفصل عن اللحمه من جوه او البانيه، فلازم اسيبه يبرد شويه علشان حتى الجبنه لو انا قطعته دلوقتي الجبنه هتسيح خالص وهتخرج منه. فانا لازم اسيبه يبرد شويه ويهدى عقبال ما نجهز بقيه الاطباق بتاعتنا، يكون ده برد وهدي، نقطعه مع بعض ونشوف استوى ولا لا، ونشوف طعمه من جوه عامل ازاي. وبحب جدا اقدم مع كوردون بلو باستا بالوايت صوص، هعرفكم على تركاتها واسرارها وسر الصوص التحفه ده في الفيديو الجاي. بقى نقدم الكوردون بلو. بصوا الكوردون بلو متماسك اهو. تعالوا بقى كده نشوفهم حلوين ولا ايه الاخبار. تعالوا بقى نقطع الكوردون بلو من جوه ونشوف هعمل ايه. طبعا انا جبت سكينه حاميه شويه عشان مش هينفع سكينه الاكل لانه لسه سخن ما بردش. نقطع كده من النص. تعالوا بقى نشوف. تحفه تحفه، كوردون بلو فظيع فظيع فظيع. جربي تركاتي واسراري هتعرفي الطريقه مظبوطه وهيطلع معاكي ناجح ومستوي من جوه وحلو جدا. تعالوا كده نشوفه. طبعا هو لما بيبرد اكتر من كده القشره بتاعته بتكون متماسكه اكتر من كده. بصوا الجمال، خطير. سخن جدا، مش هقدر ادوقه دلوقتي، سخن جدا. ولو استفدتي من فيديو النهارده ما تنسيش تعملي لي لايك اسفل الفيديو، كومنت اعرف رايك، سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، وكمان فولو على البيج بتاعتي على الفيسبوك، وهسيب لكم صورتها قدامكم على الشاشه. واهم حاجه تكتبي لي رايك عن الوصفه وتجربيها طبعا. وصفه من الاخر خطيره، جربيها عشان تعرفي تركاتي في الكوردون بلو والمكرونه بالوايت صوص. تابعيني على قناتي على اليوتيوب وكمان البيج بتاعتي على الفيسبوك. باي باي.